السمن البلدي الأردني والجميد والقهوة الأردنية وريحة الأردن غير شكل صراحة. يعني هاي الأشياء بتجنن لأنها من ريحة الأردن. أحلى بلد، شوفوا ما أحلى خضار، الفول الأخضر ما شاء الله بيجنن. طبعا هلأ موسمه بالربيع وبينعمل فيه أكلات كتير طيبة. غسلتهم وقطعتهم وسلقتهم وبيجننوا اسم الله. وعملت شوفوا رز قلبته بالسمن كتير منيح وطبخته، شوفوا ما شاء الله كيف طلع مفلفل كتير منيح. طبخت الفول باللبن، وطبعا قبل كنت عاملة سلق لحمة بالمطيبات. وهاي الأكلة غرام، وإحنا الأردنية ما فيكم تسألون عن أكلات اللبن لأنها عشقنا بصراحة. ولا القهوة الأردنية اللي بالهيل إشي تاني. يعني معلقة السمنة البلدي هاي بالآخر على طبختك بمثابة بصمة لأكلتك ما شاء الله. جربوا شي مرة البيض مقلي بالسمنة البلدي، بيجنن وطعمه وريحته غير شكل. هذا هو الجميد الأصلي البلدي الأردني كركيب، بس بتلاقوا الأصلي من الأردن. بتنقعوهم وبتحطوهم بالخلاط وبتخففوهم بالمي وتطبخوا فيهم طبخاتكم مثل الششبرك، فول بلبن، كوسة بلبن، وأكيد المنسف الأردني رح بعملكم إياه في شي مرة. بصطبح بمشروبي المفضل، وبعدين جولة تنظيفية سريعة وبنتوكل على الله. والعصرية طلعت جبت شاي كرك ورحت كتارة مع صاحبتي، وهذا المنظر يا جماعة بقطر. ما تفكروا انكم باليونان او سويسرا او شي دولة تانية، يعني ما شاء الله احلى اجواء ما شاء الله. قطر دايما بتفوز بالتميز والابداع، وان هذا لرزقنا ما له من نفاد.